صباح الخير والبركة لكل أولاد وبنات الرب في كل مكان. حابب أصلي معاكم النهاردة ضد كل روح كذب، لأن الشهر ده هو شهر أبريل ومشهور عنه بكذبة أبريل. ممكن تكون عن طريق المزاحة أو مقالب بتتعمل، لكن سايد على الأمر أرواح شريرة، الكذاب وأبو كل كذاب. قال أحدهم إن في واحد ممكن بيكذب وعارف إن اللي قدامه عارف إن هو بيكذب وبرضه مكمل كذب. في أيوب 25: ولكن الله لا يسمع كذب والقدير لا ينظر إليه. وفي مزمور 4 بتقول كلمة الله: يا بني البشر حتى متى يكون مجد عار؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ صلي معايا وقول الكلمات دي في اسم الرب يسوع لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة وبكبرياء واستهانة. تبكم كل شفاه كذب في اسم يسوع. وفي مزمور 63: لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد. اعلن معايا وقول كده: تبكم كل شفاه متكلمة بالكذب، تسد كل شفاه متكلمة بالكذب. في مزمور 101 الرب قال: المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني. أيوة، لا يثبت. يلا صلي معايا كمان وقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك ارحمني. أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. أكتر حاجة هتدي لك قوة ومناعة وفتح لكل كذب بتتعرض ليه هي كلمة الرب، الحق. لما تقبله وتعلنه وتحبها جدا فتقدر النهاردة تعلنها في أجواءك وكل من حولك وتقول: تبكم كل شفاه كذب، تسد كل فم مليان بالكذب. ولا تقبل أي خبر كاذب على نفسك، على جسدك، على بيتك، على حياتك، على مستقبلك. استقبل كلمة الرب الحية الفعالة المعلنة ضد كل روح كذب في اسم الرب يسوع. الرب يبارككم ويحميكم من كل كذب. القس عاطف رشدي.